شوفوا بقى قمة الانشكاح عند سيف. كان فرحان قوي قوي. عفوا. انا كنت منزله لكم المقطع ده على اغنيه حلوه وجميله، بس اليوتيوب عمل حظر للفيديو، عمل له حقوق طبع ونشر. تمام. بس حبيبه ماما فاضطريت بقى ان انا امسحه تاني. نزلت لكم المقطع من غير صوت بقى لما سجلته انا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي بقى كنت بوريكم كده اللهم صل على النبي. مشيت حنين للحضانه. باركولي يا جماعه، بقالها شهر ما رحتش الحضانه، فرحانه قوي قوي ان هي رايحه النهارده. بصراحه متعبه لما بتقعد هي وسيف بيشدوا في شعر بعض. تمام. فكانت بقى مخليه البرندة بالمنظر ده، قلت امسكها روقها الصبح كده. فزي ما انتم شايفين بقى انا بفضل المشمع ده وهلم اللعب بتاعتهم وهروقها كده وهمسحها وتبقى مية مية ان شاء الله. كان سيف بيعيط بعد ما مشيتها، كان صحة. هي بتمشي 7:15، فبدري يعني على سيف بيقوم 8 ولا حاجة، 9. فرجعت تاني نيمته وقلت انضف دي بقى وهو نايم. يا دوبك على ما نضفتها هو صحي. تمام. مقولكوش بقى المقطع اللي انتوا شايفينه في اول فيديو ده جميل. اللي رأيكم ايه؟ كنا في فرح بقى عقبال عندكم كده، وقلت احط لكم المقطع ده. كان عسل قوي فيه، وكان هيتوه مني وكنت هعيط علشانه. ايه يعني هو فجأة بيرقص كده ما لقيتهوش قدامي اصلا. ف اخوكي فين اخوكي فين الحنين، كنت هعيط يعني. بصراحة كانت حاجة صعبة قوي. ربنا يحفظ لنا يا رب اولادنا جميعا، وما نشوفش فيهم حاجة وحشة ابدا يا رب. اهو كده نضفتها بقى الاول، وقلت بقى الم حاجتهم دي في جردل. يعني لما بشوف ايه يعني حاجة الم حاجتهم فيها لعابهم وكده، علشان لما يعوزوها يعني حاجة تكون زي صندوق بلاستيك كده مربع، يعني عشان ما يعوزوه يجيبوها يلعبوا بقى كده. قلت بقى امسحها كده وهو نايم. صراحة لما بتبقى نظيفة بيبقى شكلها حلو يعني. وباركولي ركبت بقى في البراندة. انا عملته بس حطيته كده حاجة مؤقتة، بس يفتح ويقفل علشان سيف يعني طبعا وحين ما ينزلوش. وزي ما بوريكم كده ان انا عايزة اعمل فيها ستاير. هو بقى كان صحي وجاب العجل اهو. جيت بقى على اوضه الاطفال كده ان انا اروقها. شوفوا بقى الحركه دي، الله يا ريت كل حاجه في حياتنا كده. هي كانت يعني ما فيهاش حاجه، كان السرير بس اللي مكان سيف اللي كان نايم عليه. ده بقى الموسم بتاع العيد، انا صورته ونسيت اصلا انزله لكم او اشارككم بقى ايه اللي جالي. ماما زي ما انتوا عارفين وانا قايله لكم قبل كده الناس اللي متابعاني ان هي بتجيب لي في الموسم او العيد بتاعي، ان هي بتجيب لي الخضار كمان بتاعي او اي حاجه كمان انا محتاجاها.
فهو بقى المقطع ده نازل متأخر عليكم شوية، بس يلا مش مشكلة، انتوا تستحملوني. والله انا صورت ونسيت اصلا اني مصورة بصراحة. زي ما انتوا شايفين بقى طماطم وخيار وكوسة وبطاطس وفلفل وبتنجان. يعني بصراحة ربنا يخليها لي مظبطاني. يا رب يخلي امهاتنا كلنا يا رب، ما يحرمناش منهم ابدا. ولو حد مامته متوفية ربنا يرحمها برحمته الواسعة. تعملي صوت حبيبة ماما عشان مسجل فيديو. زي ما انتم شايفين بقى كده جايبه كرومب. والله الملح كمان هي اللي جايبه لي، محدش يستغرب. تمام. اه والترمس هي نقعاه وسلقاه اصلا وجايباه مغير عليه كذا مره، قلت له خدي بقى كملي عليه غيار ميه علشان هو ترمس مر وكده. ده كيلو ترمس. او دي بقى الفاكهه اللي كانت جايبها لي، وبسكوت وكحك كل حاجه، حتى البيض هي جايبه لي فعلا وكنافه. قالت لي يلا بقى ودعوا رمضان. تمام. وسوداني والشوكولاتات والبسكوتات والحاجات دي. بس بجد والله العظيم يا جماعة كفاية دخلت أمك عليكي كده. والله العظيم بالدنيا بحل. يعني مامتي كانت بتقولي خدي فلوس ومثلا شوفي انت عايزاه، هاتي اللي انت مش عايزاه ما تجيبوش. فقلت لها انا مش عايزه اي حاجه، بس انا نفسي انت بس اللي تجيلي كده، يعني ما اقولكوش قسما بالله. ولادي فرحانين فرحه بس بمجيتها ليهم كده. ربنا يا رب يطول في عمرها ويكتب لها كده الحج يا رب، ويكتب له كل اللي بيتمناه يا رب. اهو بقى. آه. كنت هقول لكم ايه؟ والله مش فاكره. انا كنت عايزه اقول لكم على حاجه، الكحك بقى والبسكوت اللي كنا عاملينه مع بعض اهو. انا ما كنتش عارفه ان انا اصور لكم منه بعد ما خلصته كمان، لان يومها كنت مستعجله. فما شاء الله جميل جدا طعمه وريحه. لا بجد انا بقتنع بالحاجه اللي في البيت اكتر. وقراقيش هشوفه دايبه كده، جميل اوي والله. اهو الكحك ناعم وعسل.